السلام عليكم يا فندم. بقول لك لو ناوي تتاجر في الميه ما تروحش تبيعها في حاره سقايين. ده القانون الاول في التجاره، واللي انا شخصيا شايفه ان هو قانون فاشل وملوش اي اساس من الصحه. انت انسب مكان تبيع في الميه هي حاره السقايين. السقايين نفسهم سعي ورا المكاسب، طلعوا بره الحاره وبيبيعوا الميه اللي معاهم كلها بره، لغايه اما اهل الحاره نفسهم عطشوا. او خلينا نفترض ان اهل الحاره نفسهم مش عايزين يشربوا ميه، عايزين يشربوا عصير او بيبسي. ده اللي حصل بالظبط في فئه الاس يو في الكبيره. بعد ما كان الامريكان اللي هم السقايين يعني مسيطرين على الفئه دي وبيقدموها للعالم كله، ابتدوا يمدوا قرعهم لبره ويدوروا على راحه المستخدم الاوروبي ويشوفوا اللي هو عايزه ويعملوه له. وده خلى الاوروبيين بقى يعملوا عربيات اس يو في كبيره ويبيعوها في امريكا في عقر حاره السقايين. وعلى سيره الجفاف دي، النهارده هنتكلم عن اودي كيو 7. طول عمر العربيات الاس يو في الكبيره عربيات ضخمه وممله ومش ممتعه خالص في سواقتها. بتعمل المناوره بتاعتها في 2 كيلومتر تقريبا، وبترمي الهلب قبلها ب 40 ميل عشان توقفها. والحقيقه الاوروبيين لما دخلوا الفئه دي قدموها جامد جدا وحسنوا الموضوع بشكل كبير. اودي وبي ام دبليو ومرسيدس هذبوا الفئه دي بشكل جامد جدا. بس الحقيقه ان مع كل جهودهم دي انت كانك بالظبط بتطور قشار البطاطس وركبت لها واي فاي. انت مهما عملت الحقيقه هي هدفها الكوني مش هتعدى طاسه الزيت. ده الجيل الاول من اودي كيو 7، اول عربيه اس يو في بحجم كبير، فول سايز اس يو في، يعني من الناس اللي ابدعوا الكواترو وعلموا كل شركات العربيات يعني ايه نظام دفع كلي ناجح وحقيقي. الجيل ده قعد تقريبا من 2006 لغايه 2014 قبل ما يجي الجيل الثاني، وتقدم منه نسخ محسنه كتير، اخرهم النسخه اللي انا بقدمها دي. النسخه دي لسه موجوده لغايه دلوقتي في السوق المصري على حد علمي يعني. لو هنتكلم على جانب التصميم، تقدر تعتبر ان كيو 7 واحده من العربيات الناجحه جدا في انها تداري عمرها. اودي بشكل عام اصلا تنافس الكبابجيه المصريين نفسهم في مداريه عمر البضاعه. الكبابجيه هنا بيفضلوا يدوك توابل لغايه اما يموتوا عندك حاسه تذوق خالص وما تبقاش عارف اللحمه دي عمرها قد ايه ولا مصدرها ايه ولا جايه منين. اودي بتعمل كده مع ال اي ديز والكروم والخطوط الرياضيه. العربيه دي اتزقت في وسط منافسينها برغم عمرها، ومن رايي انها لغايه دلوقتي واحده من اجمل الاس يو فيز اللي احنا شفناها، اجمل حتى من الجيل الثاني اللي انا شايف ان هو عايز دور رياضيه اكتر من اللازم يعني. اودي كيو 7 بتوفر مساحات كبيره جدا جوه الكابينه، مساحات تكفي انك تفتح فتحه السقف دي وتملى العربيه من جوه ميه وتعوم فيها. المساحات في الصف الاولاني ده كويسه جدا لحركه رجلك او العرض ما بينك وما بين اللي قاعد جنبك، او حتى حركه راسك. هتحس انك قاعد مرتاح في الكرسي جدا، ما عندكش اي ازمه الحقيقه. في الصف الثاني المساحات ممتازه، كمان الكراسي بتدعمك كويس جدا وبتقدم لك راحه كويسه، وبتعرف ازاي تسند جسمك من الاماكن الصح عشان توفر لك راحه في المسافات الطويله. يمكن بس الكرسي اللي في النص في الصف الثاني عايز حد يكون صغير شويه، بلاش قصير دي عشان بتزعل. الصف الثالث هو المفروض ان هو معمول للناس الكبيره، بس الحقيقه انا شايف ان هو مش هيكون مريح قوي غير المراهقين او الشباب الصغيره. لو حد كبير عايز يقعد في الصف ده وهو مرتاح يعني، ممكن يعتبر نفسه في سينما كوزموس الساعه 10 الصبح ويرفع رجله على الكراسي اللي قدامه. طبعا لا جدال ان الخامات جوه اودي كيو 7 اكتر من ممتازه، بس للاسف عمر العربيه بيبان ان هو قديم مع تصميم الكابينه حتى قبل ما يطلع الجيل الثاني منها. الانفونتينمنت سيستم بتاع العربيه دي يمكن متاخر جيلين عن الايكويفالنت من نفس الفئه دي، بس العربيه برضو فيها شويه افتكاسات حلوه، زي مثلا ان درج التابلو بيفتح من زرار في الكونسول. بص الحته دي، الشنطه في كيو 7 مساحتها ضخمه جدا ومش هتخليك محتاج تحط اي حاجه بره العربيه، تقدر تعتبرها عربيه نص نقل كبيره شويه يعني. كمان الكراسي بتتني تبقى فلات في الصف الثالث، وده بيوفر لك مساحه تخزين اكبر كمان. حتى الكراسي وهي معدوله بتوفر لك وراها مساحه تقريبا تكفي شنطتين. تقدر تعتبر ان العمليه في العربيه دي ممتازه. الابواب قدام وورا فيها مساحات للتخزين، والعربيه كمان فيها شويه افتكاسات حلوه تحط فيها كده الحاجه المهمه بتاعتك يعني. الباب بتاع التحميل بتاع الشنطه ورا بيتفتح ويتقفل كهرباء عشان يوفر عليك الشعبطه والنط، عشان برضو الناس الصغيره مش القصيره يعني. وكمان في حته بقى توريك الالمان لما بيحبوا يشيلوا الشنط بيعملوا ايه. في هيدروليك في المساعدين اللي ورا بيعلي ويوطي الشنطه عشان عايز ترفع الحاجات الثقيله او تنزلها من العربيه. مجرد انك بتدوس على زرار زي كده العربيه بتعلى او توطى عشان تحط حاجتك. وضعيه السواقه في اودي كيو 7 ممتازه، وهتديك رؤيه بانوراميه للطريق كله من بره، ودي حاجه مهمه جدا لما تكون سايق عربيه بحجم حي عابدين زي كيو 7. المرايات اللي في الجنب كبيره، وكاميرا الرجوع في الخلف ممتازه، وكمان الباركنج سنسورز اللي موجوده في العربيه حلوه قوي. طبعا ده مهم جدا لانك ما بتشوفش حاجه من اصلا من الازاز اللي وراك، وما تخليش المساعدات دي تخدعك وتحسسك ان ركن العربيه دي سهل اطلاقا. ركن العربيه دي في شوارع القاهره الزحمه الضيقه ماساه، وهيديك فكره عن يعني ايه تحشر كوكب جديد في المجموعه الشمسيه. المواتير المتوفره لكيو 7 كلها مواتير هاديه وناعمه وسلسه وبتقدم اداء كويس ومريحه جدا للاعصاب. كمان الفتايس الدي اس جي الموجوده في العربيه ادائها ممتاز، سلسه بتدي اداء، بتدي اقتصاديه، بتدي. تحياتي وتقديري للفتايس ديول كلاتش، بغض النظر يعني عن مشاكلها في بعض العربيات الرخيصه في مصر.
او يعني رخيصه بمفهوم النسبي، ما علينا يعني. العزل كمان بتاع العربيه ممتاز، على الرغم من ان حجمها كبير الا انك مش هتسمع صوت هوا ولا صوت كاوتش، وهتحس ال1.5 مليون اللي اتدفعوا فيها دول بردوا في قبرهم خلاص. بالنسبه للثبات والتعليق فالحقيقه ان كيو 7 متفوقه في الحته دي. العربيه دي برغم كبر حجمها الا انك مش هتحس انك راكب زلطه زي عربيات فول سايز اس يو في ثانيه. نظام التعليق اللي في العربيه دي بيميل صحيح للرياضيه شويتين، الا انه بيوفر لك مستوى كويس قوي من الراحه. كمان العربيه دي واخده ثباتها ومادة جدورها في الارض من حاجتين، اولا ان ارتفاعها مش عالي قوي، ثانيا نظام كواترو للدفع الكلي اللي موجود فيها، وده نظام متفوق جدا، شغلته انه يوزع القوه ما بين المحاور حسب حاله الطريق وحسب اسلوب سواقتك وحسب عوامل تانية كتير. العربيه دي طول الوقت بتتابع انت ماشي فين وبتعمل ايه وحاله العجل كله ايه، وعلى هذا الاساس بتشوف هتدي انهي عجله ايه. ده بيخليك تحس انك راكب عربيه اودي سيدان بس حجمها عائلي شويه. العربيه فيها 3 وضعات للسواقه ما بين كومفورت لدايناميك، والحقيقه انك دايما هتسيبها على الكومفورت. الفكره ان العربيه السسبنشن ترافل بتاعها او المسافه بتاعت حركه السسبنشن اللي ورا مش كبيره قوي، فمع المطبات هتلاقي الناس اللي ورا بتتنطط شويه. وكمان انت لو مشتري كيو 7 عشان تسوقها باداء رياضي يعني، فانت غالبا بتفتح الثلاجه بالليل وتقف قدامها وتضحك وبتحدف على الناس اكياس ميه بتلج من البلكونه. ايه الخلاصه في اودي كيو 7؟ لو معاك 1.5 مليون اشتريها، او يعني اشتريها تجاري او سياحه ب 200 300 الف، ما علينا. شكرا لكم يا فندي على المتابعه، اتمنى تكونوا مبسوطين مع اوتو فندي، اتمنى يكون الفيديو ده جاوب على كل اسئلتكم عن كيو 7 لو عندكم اسئله عنها يعني. اعملوا سبسكرايب على اليوتيوب، تابعوني على فيسبوك، تابعوني على انستجرام عشان تشوفوا كل الكواليس بتاع التصوير، وابعتوا لنا اسئلتكم في الكومنتس او في الرسائل واحنا هنرد عليها. شكرا لكم يا فندي على المتابعه، السلام عليكم. الازمه الكبيره في تصوير العربيات الغاليه دي اللي عزلها حلو ان انا ببقى مركز مع الكاميرا قوي ومركز انا بقول ايه، ولما حد بيكلكس لي من بره ما بسمعوش.